أهلا بيكم في مراجعة جديدة. عارفين اللحظة اللي بنحس فيها إن العالم بيجري وإحنا واقفين محلك سر؟ لما نسمع عن ناس عملت ثروات من الهوا وإحنا لسه بنسأل يعني إيه أصلا عملات رقمية. الخوف بقى من المجهول هو اللي بيضيع علينا أكبر الفرص. زمان كان اللي معاه ذهب هو الملك، وبعدها اللي معاه دولار. النهاردة الملك هو اللي فاهم التكنولوجيا رايحة على فين بالظبط. تطبيق النهاردة كوين بيس مش مجرد محفظة بتحط فيها فلوسك، دي هتبقى تذكرة دخول لعالم جديد ملوش حدود. عالم انت فيه مدير بنك لنفسك. النهاردة هنراجع التطبيق ده وهنفصصه وهقولك كل التريكات اللي هتخليك تدخل العالم ده وانت مطمن. بس ما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، فعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعات الابليكيشن الجديدة. وخليني في الأول أعرفكم إيه الفكرة اللي شغال عليها التطبيق ده. كوين بيس هدفها تخلي التعامل مع الكريبتو سهل زي ما بتبعت رسالة على الواتساب. واجهة نظيفة مريحة للعين. الأهم من كده بقى السلاسة اللي في الواجهة، مفيش تعقيد بتاع المحافظ القديمة اللي كانت تحسسك إنك بتفك شفرة نووية وإنت بتستخدم مع التطبيق. الميزة التانية والمهمة في التطبيق ده وهي ميزة ايرن. والقرن دي عبارة عن ميزة الناس كلها ممكن تفوتها لأنها مش فاهماها، وهي إن بدل ما دولاراتك الرقمية مركونة، انت تقدر تشغلها وتطلع منها فايدة وانت قاعد حاطط رجل على رجل. وكمان الأمان عالي جدا في الميزة دي، وبتتعامل مع واحدة من أكبر الشركات في العالم. تالت ميزة هتقابلك مع التطبيق وهي التداول اللحظي. انت مش محتاج تخرج من المحفظة وتروح لمنصة تانية وتدفع رسوم نقل وقصة بقى حزينة تقعد تلف فيها طول الوقت. جوه المحفظة تقدر تبدل اي عملة بالتانية في ثواني. الميزة هنا بقى انك بتتحكم في مفاتيحك بنفسك. يعني مفيش حد يقدر يجمد حسابك، يقولك بتعمل ايه، بتحول ليه. انت اللي متحكم وبتدير حسابك بنفسك. وخليني بقى اقول لكم على شوية تريكات مستخبية في التطبيق ده وهتفرق معاكم جدا لو ركزتوا فيها وانتوا بتستخدموا التطبيق. اولا شبكة بيس. التطبيق ده هو البوابة الرسمية لشبكة بيز الجديدة. الشبكة دي بتكاد تكون بتعاملك بصفر مصاريف، مفيش مصاريف هتتكلفها خالص وانت بتتعامل مع الشبكة الجديدة. يعني لو كنت بتخاف من المصاريف الغالية انساها خالص مع الشبكة الجديدة. كمان السوشيال تريدينج. لو ركزت في رقطات الشاشة اللي انا شغالة عليها هتلاقي فيه شات بيحول الكريبتو لشبكة اجتماعية. تقدر تتابع الناس الشاطرة اللي بتشتري ايه وبتتعامل ازاي وبتتعلم منهم لايف. دي ميزة جبارة في التطبيق ده للمبتدئين. التطبيق كمان فيه خاصية بتعرفك لو العقد اللي انت بتتعامل معاه فيه شبهة نصب قبل ما تدوس على تأكيد. يعني المحفظة حرفيا حارس شخصي لفلوسك. خد بالك من التركات اللي انا قلتلك عليها دي، هتفرق معاك جدا وانت بتستخدم التطبيق. في النهاية عايزة اقول لكم ان التطبيق ده مش مجرد ايقونة زرقاء على موبايلك، ده استثمار في معرفتك في مستقبلك للعالم اللي بيتغير. الفلوس شكلها بيتغير، فخليك دايما سابق بخطوة. نزل التطبيق وجربه وتعلم منه حتى لو بمبلغ صغير، المهم تبدأ. وما تنساش تكتب لي تجربتك مع التطبيق إذا كانت إيجابية أو سلبية، أو أي تطبيق تداول تاني بتتعامل معاه أو جربته. اكتب لنا تجربتك عشان الكل يستفيد، وما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد. واستنوني في فيديو جديد.